في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض أفكار تقديمات سهلة وسريعة لللانش بوكس، للمناسبات، لأعياد الميلاد. هعمل معاكم منها الحلو والحادق. يلا بينا نبدأ على طول. هبدأها معاكم بالحلو. هعمل فطيرة التفاح. في طاسة على النار هحط فيها التفاح، ببقى مقشراه ومقطعاه مكعبات صغيرة زي كده، وعليه هنزل على طول بمعلقتين كبار من السكر البني. المكونات كلها هتلاقوها تحت الفيديو. ممكن نحط سكر ابيض لو مش متوفر السكر البني. بعد كده بحط معلقة صغيرة من القرفة وعليهم مكعبين صغيرين من الزبدة. هقلبهم كويس لحد لما يتداخلوا مع بعض، وعلى نار متوسطة لمدة 10 دقايق بالظبط. طول فترة ما هي على النار بنفضل ان احنا نقلبها عشان السكر ما يتحرقش. بعد كده بتدوق التفاح بتلاقيه يبقى طري كده ومكرمل، يبقى هي كده بالظبط استوت. بعد كده بسيبها تبرد تماما، وببدأ اجيب بقى العجينة بتاعة الباف باستري. ببقى مطلعاها قبلها من الفريزر بشوية حلوين عشان ان انا اشتغل فيها تبقى فكة خالص وتبقى سهلة ان انا استخدمها. باخد قطعة وبحشيها بالتفاح زي كده، وبقفلها من الجناب بالصوص بتاع التفاح، وبدهن الطروف بيها كده. وبعد كده بقى بشوكة بعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بسكينة بنعمل 3 فتحات من فوق، وده الشكل التقليدي بتاعها. وفي صينية محطوط فيها ورق زبدة بحط العجينة بتاعتي، وبعد كده بدهنها على الوش صفار بيض بس. بحط فيه بقى نقطة خل، نقطة فانيليا، نقطة نسكافيه، حاجة كده تديله طعم لو انتوا حابين، ورشة من السكر. بعد كده على درجة حرارة 200 بيدخل الفرن، تقريبا بياخد من ربع ساعة ل20 دقيقة. بيبقى زي ما انتوا شايفين كده من جوه تحفة، وبيخلي ريحة البيت خطيرة. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الحادق. هعمله باكتر من شكل، استخدمت اسهل حشوة ممكن تستخدموها وهي الهوت دوج. بقطع القطعة 2 زي كده، لان الهوت دوج اللي انا استخدمته صغير. لو انت عندك نوع كبير على طول بتحطيها على الشيت كلها. وببدأ ان انا اقفلها كويس زي كده. ما تخافيش، العجينة بتاعة الباف بيستري بتبقى سهلة قوي ان انت تشكليها، لان هي زيها زي اي عجينة زي كده، وبنقفلها كويس عشان ما تفكش في الفرن. بعد كده بعمل شكل تاني. الشكل ده انا بحبه جدا، وبيطلع فعلا شكله شيك قوي كمان لما بيخلص. بقسمها نصين كده مثلثين، وبعد كده بالسكينة بعمل خطوط زي ما انتوا شايفين كده، بس بضغط كويس وانا بعمل بالسكينة عشان لما نيجي ان احنا نقفلها يبقى الشكل واضح. هتشوفوا دلوقتي انا قصدي ايه. بعد كده بعملهم 3 بالظبط، او على قد حجم القطعة اللي انتي مقطعاها. بعدين بحط الهوت دوج وبقفلها زي ما انتوا شايفين كده. هو ده اللي انا بقول لكم عليه، ان الشكل يبقى القطعات اللي انا عملتها بتبقى باينه زي كده. بعمل بقى الجزء التاني. زي ما قلت لكم قبل كده ان فعلا من ألذ التقديمات اللي انتوا ممكن تعملوها بجد. لو جالك صحابك يزوروكي، لو عندك مناسبة سريعة حد جاي يزورك، مش بتاخد وقت في عمايلها خالص. بعد كده الشكل التالت بقطع قطعة من العجينة على قد الهوت دوج. زي ما قلت لكم لو استخدمتوا الكبير هتاخدوا الشيت كله على بعضه. وبعدين بقطعها قطع صغيرة زي كده، وبجيب الستيك بتاع الشيش تاووك وببدأ ان انا احطها فيها كده. ممكن تقطعوا القطعة 3 أو 4 زي ما تحبي، تخينة أو رفيعة. بس بدهنه بقى بصفار البيض. وبعد كده بحط عليه بقى ملح بحري، زعتر، حبة البركة، سمسم، اللي متوفر عندك تقدري تحطيه. ممكن تحطي كمان سماق. زي ما انتم شايفين كده، انا بحب اكتر حاجة بصراحة بتبقى طعمها خطير معاها رشة الملح البحري مع رشة الزعتر، بجد بتبقى فظيعة. بعد كده بدخلهم في فرن مسخن برضو على درجة حرارة 200. مش بياخدوا غير من 15 ل 20 دقيقة، او لحد ما لونهم يحمر. ولو احتاجتي تشغلي لهم الشواية من فوق دقيقة مثلا كده، بس تبقي متابعاهم عشان ما تتحرقش. بس كده. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، واشوفكم تاني في وصفة جديدة بإذن الله، وباي باي.